اختيار اللاعبين، ماركوس راشفورد هو لاعب العام في نادي مانشستر يونايتد. صراحة عمل موسم رائع جدا، مانشستر المركز الثالث وعودة لدوري أبطال أوروبا، وموسم أكثر من رائع من راشفورد. بوسكيتس، وجهتي القادمة خارج أوروبا، لن أستطيع أن أنافس برشلونة على أي لقب مع أي نادي أوروبي، يعلنها صريحة. بوسكيتس خارج أوروبا الموسم القادم، قد تكون وجهته الهلال كما تحدثنا من قبل. إيريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، نرغب في تجديد عقد دي خيا، حارس كبير ويصنع الفارق معنا، ولكننا كنادي كبير نرغب في وجود تنافس، نرغب أيضا في ضم حارس مرمى آخر. سباليتي بعد موسم أسطوري مع نادي نابولي يرحل عن تدريب الفريق، ويصرح بأنه لن يعمل في أي نادي آخر وسيرتاح لمدة عام، هياخد أجازة كده لمدة سنة يريح دماغه بعد الإنجاز الكبير اللي عمله الموسم ده مع نادي نابولي. رسميا بوكيتينيو مديرا فنيا لنادي تشيلسي لمدة 3 مواسم. هل يستطيع انتشال الفريق بعد الموسم السيء جدا اللي خلص مع نادي تشيلسي في مركز صعب جدا في الدوري؟ هنشوف الامور هتمشي ازاي مع بوكيتينيو الموسم الجديد. بنسبة كبيرة جدا الموسم القادم هو الموسم الأخير للثنائي توني كروس ولوكا مودريتش مع ريال مدريد. ثنائي حقق إنجازات كبيرة جدا، الاثنين يعتبروا من أهم لاعبي وسط الملعب في التاريخ. نهاية قصتهم مع ريال مدريد بنسبة كبيرة نهاية الموسم القادم. أول مرة منذ 12 عاما نادي اليوفنتوس خارج دوري أبطال أوروبا، صدمة كبيرة جدا لكل عشاق السيدة العجوز في العالم. جود بلينجهام النجم الإنجليزي هو لاعب العام في الدوري الألماني. نجم بروسيا دورتموند عمل موسم تاريخي وموسم قوي جدا جدا، ولكن للأسف بروسيا دورتموند لم يستطيع الفوز بالدوري، وجود بلينجهام يقترب أكثر وأكثر من الانضمام للملكي الأسباني ريال مدريد. واحد من اللاعبين اللي برزوا في الدوري الانجليزي بشكل كبير هو نجم ويست هام ديكلان رايس. نادي بايرن ميونخ على استعداد لدفع 95 مليون يورو من اجل التعاقد مع النجم ديكلان رايس. جواو كانسيلو بعد فوزه ب2 دوري في موسم واحد مع السيتي وواحد مع بايرن ميونخ، سيعود الى نادي مانشستر سيتي بعد رفض نادي بايرن ميونخ تفعيل بند الشراء في عقد اعارته البالغ 70 مليون يورو. خلاص كانسيلو مش هيكمل مع البايرن وهيرجع السيتي، اللي هيشوفوا هيعملوا معاه ايه. اوديجارد نجم نادي ارسنال الانجليزي على رادار نادي باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان بدا يتابع اللاعب وبدا يعمل معاه مفاوضات من اجل التعاقد معاه. اوديجارد عمل موسم اكثر من رائع السنه دي مع نادي ارسنال ولفت الانظار بشده، ودايما بقول نادي ريال مدريد فرط في كنز وفرط في موهبه كبيره اسمه اوديجارد. شكرا ليكم، دي كانت اهم اخبار الكوره العالميه.